النهارده نتكلم على النادي البطولي كأس السوبر المصري في استاد الإمارات. هنتكلم النهارده على بطولة اسمها السوبر المصري، كأس السوبر المصري الموسم 2024. وهنتكلم النهارده على النادي الأهلي ونادي الزمالك ونادي في سانكي كيلوباترا، وهنتكلم على بريمز. ان شاء الله هنتكلم ان شاء الله المباراة هتتلعب امتى. بس اول حاجة عشان تتفرج على الفيديو، تتفرج على اللينك، اعمل لايك وسبسكرايب على الفيديو وفعل الاشتراك وفعل الجرس عشان نتكلم على كأس السوبر المصري، مش كأس السوبر الافريقي، كأس السوبر المصري. يلا اعمل لايك سبسكرايب فعل الفيديو وفعل الاشتراك وفعل الجرس ويلا. نادي بيراميدز ونادي الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري ونادي سيراميكا كيلوباترا. التعميد الثاني يلا بينا. النادي الأهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز ونادي سيراميكا كيلوباترا في بطولة كأس السوبر المصري. إن شاء الله نشوف مين هيكسب كأس السوبر المصري وتحقق المباراة. أوكي، نتكلم عن المواعيد. الماتش هيتلعب في الإمارات، نصف النهائي والنهائي. أما المباريات الثالث والرابع هتلاقي يوم 24 أكتوبر من 10 أكتوبر اللي احنا في الشهر 10 اللي احنا في الشهر ده. اوكي، الملعب هتلاقي فين؟ النهائي هتلاقي على الشيخ زايد، ملعب عين الشيخ زايد، مش الشيخ زايد اللي في مصر، لا هو اسمه ملعب الشيخ زايد في الإمارات. هنلعب عليه زي عارف ملعبين الإمارات، هو ده ملعبين الإمارات اللي اتلعب بيه كأس أبطال آسيا، احنا نلعب عليه. نادي الأهلي ونادي سيراميكا كيلوباترا. نادي الأهلي ونادي سيراميكا كيلوباترا أول ماتش نادي الأهلي ونادي سيراميكا كيلوباترا على الساعة 8 مساء على أبو ظبي الرياضية وعلى قناة أونتايم سبورتس. نادي الزمالك ونادي بيراميدز هيلعبوا على الساعة 4:05 الساعة 4:05 العصرية على توقيت القاهرة. أوكي، 4:05 والساعة 8 ماشي. الماتش اللي هي أولى والرابع والثالث. اوكي، الخميس يوم 24 اكتوبر المباراة العظيمة الثالث 4، يعني مواعيد النهائي، مواعيد البيراميدز مواعيد يعني نفس النهائي هتلاقي يوم 24، المركز الثالث والمركز الرابع هتلاقي يوم 24. ازاي اقول لك؟ افهم معايا كويس وانت هتفهم. النهائي هتلاقي يوم 24. اقول لك النادي الاهلي بس النهائي ليه؟ عشان اقول لك 99% ان النادي الاهلي هيكسب سيراميكا كيلوباترا ونادي بيراميدز هيكسب الزمالك، عشان نادي الزمالك نادي بيراميدز عمل موسم جديد وعمل موسم روعة في بطولة الدوري العام، يعني في بطولة الدوري العام يعني عمل عظيم دوري، يعني بسم الله ما شاء الله، ارقام عالية، ارقام عندهم هجوم عالي، عندهم دفاع عالي، عندهم حارس عالي. يعني اقول لك 99% اقول لك انا بالذات انا ممكن اقول لك بيراميدز على طول. انا خايف الصراحه من نادي واحد، هو النادي بيراميدز. انا خايف من نادي بيراميدز يخسرنا، انا خايف بجد من نادي بيراميدز يخسرنا الصراحه بجد. يعني كلمه الحق، كلمه المباراه لازم عندنا مركز الاول مركز الثاني، لازم الاهلي ياخد مركز الاول عشان يفرحكم. ليه؟ لازم الاهلي المصري لازم يتحقق ببطولات وقارات. يعني واعتبر النادي الاهلي وقع مع نادي الزمالك، يقول لك نادي الزمالك والنادي الاهلي، يقول لك دلوقتي النادي الاهلي مش حكايه كاس السوبر الافريقي، لا كاس السوبر الافريقي هم تعادلوا معانا بالعافيه، واحنا ضيعنا ضربات الترجيح. هم اصلا ما كسبوش بمجهودهم، احنا كسبنا بجهودهم، كسبنا من اعلى الفاينات. يعني اوصل ما ضيعوش زي ما احنا دلوقتي كسبنا كاس السوبر الافريقي. ان شاء الله الاهلي يعمل عظيم الدوري العام ويعمل فينش على طول، ويعمل ان شاء الله موسم جميل، ويعمل ان شاء الله ويحقق بطولة كأس الانتركونتيننتال. مباراة، تعال نتكلم عن المباراة. يلا معلم، يلا. نادي الزمالك ونادي بيراميدز هيلعبوا على استاد الشيخ زورفين شينكس اسماعيل اللي هو في الامارات، اللي هو ملعب فرنسيس دي، اللي هو النادي اسمه فرنسيس دي الاماراتي. اوكي، نادي الزمالك ونادي بيراميدز الساعة 4 عصرا يوم الساعة 4:05 على قناة على قناة أبو ظبي الرياضية وعلى قناة أونتايم سبورتس. اوكي،
هنتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي هيلاعب سيراميكا كليوباترا، هيلاعب النادي الاهلي ونادي سيراميكا كليوباترا في نهائي، في نص النهائي هيلاعب ابو ظبي الرياضيه واون تايم سبورتس. اوكي، مش ام بي سي مصر، مش ام بي سي مصر، يا ابو ظبي الرياضيه واون تايم سبورتس. اون تايم سبورتس ابو ظبي الرياضيه ان شاء الله هيعملوا اتش دي عالي جدا. 26 كاميرا، لا مش 26، 30 كاميرا. بس ما شاء الله اعلى من موسم النهائي كاس النهائي ده، مش ده في نص النهائي، ده النهائي 30 كاميرا. الامارات شايله ان النهائي اعلى الجودات من اعلى الكاميرات. الشركه المتحده هتعمل لنا اعلى فاينات عاليه. 30 كاميرا، اوكي، 30 كاميرا اتش دي عاليه جدا. هتتذاع على قناه ابو ظبي الرياضيه اللي هي 4499 على التلفزيون التردد الاولى. اون تايم سبورتس التردد الاول 5567 على الارضيه 0 دي اسمها فينجر اتش دي. طبعا اتش دي تتفرج من اعلى فاينات، هتتفرج زي اعلى من نهائي كاس السوبر الافريقي. لا لا اقول لك لا. كمان فيها نهائي، فيها فيلم هيتعمل فيها برضك. فاكر الفيلم بتاع ده؟ لا هيتعمل برضك نفس اللي هيتعدل فيلم، وهيتعمل فيلم في الامارات ان شاء الله رب العالمين. واللي هيشيل الليله كلها هو النادي الاهلي. الاهلي المصري خسر كاس السوبر المصري، الاهلي هيشيل الليله. الجمهور هيقول لك له جون بقى اوروبي. لو الاهلي المصري خسر كاس السوبر المصري، اقول لك الصراحه النادي الاهلي يشيل المهاجمين، ويضطر يشتري لعيبه، ويضطر يشتري، يعني لازما الاهلي يعمل فاينل، لازم يعمل حاجه تاني. ازاي كده عملت تاني اوكي. الساعة 4 و5 دقايق، والنادي الزمالك ونادي السيراميكا، نادي الزمالك ونادي بيراميدز، معلش النبي، نادي الزمالك ونادي بيراميدز، والنادي الاهلي ونادي السيراميكا كيلوباترا الساعة 8 على اون تايم سبورتس ابو ظبي الرياضيه ان شاء الله على اتش دي. رقم تردد 11 63 67 733 765 اتش دي دبليو يعني. اوكي، نتكلم على بطولة جديدة قارية هتضم ابطال بطل اوروبا وبطل افريقيا، بس مش دلوقتي لما نخلص بس الفيديو كده. خلصنا بطولة كاس السوبر المصري، نتكلم على بطولة القارة الجديدة. يلا نادي الاهلي ونادي ريال مدريد في بطولة اسمها قارات فيلمانس تشيلسي، للنادي الاهلي لعب على الامارات على استاد القاره الدولي. يعني فهمك الموضوع كله، بس اول حاجه اعمل لايك سبسكرايب. يلا بينا. النادي الاهلي والنادي الاماراتي يلعبوا في كاس الانتركونتيننتال. انتوا كلنا عارفين او الاهلي كسب الماتش، هياخد بطوله اسمها الفرنسي ستينج سنايدز، اللي هي بطوله قديمه هنرجعها تاني. الاهلي واخدها مره واحده، ان شاء الله هناخدها المره الثانيه لسنه 1946. سنه 1946 الاهلي خدها، ان شاء الله ترجع تاني. وبطوله انتركونتيننتال رجعت تاني. البطوله دي هتعمل بنظام جديد، يعني لسه الشكل بتاعها لسه متغيرش، نفس الشكل، بس الموسم الجديد ان شاء الله اللي هيضم 13 15 16 12 فريق، 6 هنا، 6 اسيا و6 من افريقيا، لا 6 من اوروبا و6 من افريقيا. ازاي؟ عشان ما فيش الاسيا، هو السعوديه هتكفل بالبطوله دي من اعلى تكليفات. اسيا مش هتشارك في 2025، يعني هتبقى بطل افريقيا وبطل اوروبا. بطل افريقيا وبطل اوروبا، بطل افريقيا وبطل اوروبا مع بعض. النادي الاهلي هنا ونادي ريال مدريد هنا مع بعض، هيلعبوا مع بعض. وبالتالي اسمها ايه؟ فيلنس ستينجرز، البطوله الجديده مخصصه لمباريات النهائي. بس النادي الاهلي ونادي ريال مدريد بطوله فيلنس شنايس ستيل، بطوله خصوصيه، بطوله جميله. كمان موسم الرياض، طبعا كنا عارفين موسم الرياض. ان شاء الله الاهلي المصري تحرر بطولة القارات والاعلى فاينات. طبعا عيد تاني، يلا عيد تاني. بطولة كأس السوبر المصري النادي الزمالك ونادي بيراميدز الساعة 4 و5 دقايق، والنادي الاهلي ونادي السيراميكا كليوباترا
كيلو بترو الساعة 8 على اون سبورتس ويا ابو ظبي رضيع. المركز الثالث والمركز الرابع يوم 24 اكتوبر مباراة القمة العظيمة الساعة 4 مساء على ابو ظبي رضيع اون سبورتس 2 وابو ظبي رضيع 2 بس اتش دي دبليو 11 تردد على 30 كاميرا اعلى فينم 30 كاميرا من اعلى حاجه. انا بالذات في حاجات كتير عايزين نقولها ان شاء الله بقى. المباراة القمة مع النادي الاهلي والنادي العين الاماراتي في بطولة اسمها انتر ان شاء الله الاهلي المصري تحقق مباراة القمة. وان شاء الله عايزك تعمل اول حاجة لايك وسبسكرايب على الفيديو وعلى الاشتراك وعلى الجرس عشان نوصل لاعلى تفاعل على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التويتر. ان شاء الله نوصل لاعلى فاينل ان شاء الله توصلنا ل 100 متابع على منصه اليوتيوب وعلى منصه انستجرام وعلى منصه تيك توك واي كل منصاتنا عمر الاهلي. ان شاء الله رب العالمين توصلونا من اعلى فاينل رب العالمين. شكرا على التفاعل وشكرا على القائمه بتاعتي، شكرا على المشاهدات والف مبروك لقناه سيس مريفا ابو ظبي رضيع عدت 10 مليون. الف مبروك لابو ظبي رضيع على انستا الانستجرام. الف مبروك لابو ظبي عدت 10 مليون. تحيا يا ابو ظبي. يلا نتكلم على السوبر الافريقي ونتكلم على السوبر مصر وخلصنا السوبر الافريقي وخلصنا السوبر المصري. ان شاء الله هنتكلم على بطوله انتر قدام عين الاماراتي والنادي الاهلي على استاد القاهره الدولي الساعه 9 مساء يوم 29 اكتوبر. ان شاء الله الاهلي المصري تحقق مباراه القمه على استاد القاهره الدولي.